الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في مصر العزيزة، وفي سوريا وكردستان وكل مكان. مرحبا. بصراحة أنا كنت يعني طويت الملف، ملف الاختلاس والسرقة الأدبية التي يعني اقترفهما طارق إمام، الكاتب المصري طارق إمام. وخلاص يعني ذكرت فيه ما ذكرت من أسئلة، وأبرزت ما لدي من ملاحظات ومن أفكار ومن شبهات ومن اتهامات، ويعني أرفقتها بالأدلة أو ما اعتبرتها أدلة على صحة شبهاتي واتهاماتي. طبعا أتى الرد شتم، وشاركه بعض الكتاب للأسف الشديد في حفلة الشتائم اللي افتتحها طارق إمام على صفحته. وهنالك من برر للموضوع على أساس أنه هو ردة فعل. هنالك من تفاجأ واندهش إلى هذه الكمية من الشتائم ومن الكلام البذيء والوقح والوضيع. يعني كيف يمكن يعني في السجلات الثقافية وفي الحوادث اللي من هذه الشاكلة أن يتم يعني اللجوء إلى قواميس الرعاع والبلطجية في استخدام المفردات والتعاملات وردود والتعبير عن ردود الأفعال. يعني إذا على كل الناس بتشتم، لكن في لكل مقام مقال. في هذا الخصوص المقامات الثقافية النقدية التي تتناول أعمال إبداعية، وده موجود يعني في النقد، والنقاد يعرفون يعني كتب السرقات الأدبية والدراسات والبحوث النقدية اللي تناولت السرقات الأدبية تملأ المكتبات يعني والإنترنت. أي واحد بإمكانه يعني أن يتناولها. أما أن يقول أنه لا أنت بتشتغل زي بوليس إيه وهباب إيه. يعني أنا أقرأ عملا وشفت أنه الفقرة دي يعني لفتت انتباهي، سواء اختلاف اللغة، سواء المشهدية الموجودة في الفقرة هي أحالتني إلى مشهد سابق. أحيانا الإنسان يعني تجري في حياته مواقف بيحس أنه وكأنه هذا الموقف مر به سابقا، فيستفسر. نفس العملية في مسألة القراءة أو مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى لحن، أنه الجملة الموسيقية هذه أنا سمعتها سابقا، ويتساءل من طباع الأمور. يعني الموضوع لا يمر هكذا. يعني أنا سبق وكتبت أنه عملان يستفزاني فيما يتعلق بموضوع الكتابة: العمل الجميل جدا، والعمل الرديء السيء جدا. أما العمل العادي يعني يمر هكذا دون أي تعقيب أو تعليق. فما يعني ضمن بالتزامن مع الشتائم كان هنالك يعني حفلة أكاذيب افتتحها طارق إمام باستهدافي بشكل شخصي، أنه فيما يتعلق بجائزة الرواية البوليسية التي نظمتها دار خطوط وظلال، وأنا كنت ضمن لجنة التحكيم، وكان لجنة التحكيم يرأسها الروائي الصديق العزيز الكاتب المصري وحيد الطويلة، وكاتب وناقد أردني آخر، والأستاذة الدكتورة الشاعرة والناقدة الأردنية المدير العام لدار خطوط وظلال، هي التي يعني تشرف على مجمل العملية. ويعني وطارق إمام بيكتب على الجميع، وعلى عينك يا تاجر، يعني يكذب هكذا. يعني
هل هو يعني كرر الكذبة في مرات أخرى. يعني الواحد الكذاب إذا ما أنت ما قلت له ستوب يعني يكفيك أنت. يعني الكذب صاير زي الأكسجين زي الماء والخبز، أنت بدون يعني كذبة مش قادر تعيش. يعني زمرد دمك كي يعني من الكذب إيه يعني. هو في إيه يعني في سقف للأكاذيب. كدبة بيضة وكدبة سودة وكدبة رخمة وكدبة مهببة وكدبة يعني مش كدبة يعني عارية عن الصحة. فماذا قال في هذا الخصوص؟ وأنا حاولت أرشيه واتصلت به وعرضت عليه مغريات عشان أكسب واحد لا تستوفي فيه الشروط، لا تستوفي فيه الشروط المسابقة الرواية البوليسية. وهو اعترض وهاج وماج وهزأني. طارق إمام المختلس الشتام هزأني ويشكك في نزاهتي في هذا الخصوص. طبعا هذا الكلام كيف صار؟ يعني الصحفية المصرية من الأبيض بتتكلم، وده موضوع في منتهى الخطورة وثقب لطبقة الأوزون وما أعرفش إيه. ويعني بتتكلم ومصدقة الكذب ده. يعني صدقت هذه الأكاذيب وتفاعلت وصارت منسجمة مع الجو، وهي أيضا صارت ترشقني يعني على صفحتي وعلى صفحته وفي أماكن أخرى. أنا يعني وجدت حلا لهذا الموضوع، هذه قصة أخرى. لكن أنا يعني في فيديو سابق طلبت من الأستاذ وحيد طويلي والدكتورة هناء أن يشهدوا يعني بما رأوا مني سابقا، مني يعني منه شانغوسي سابقا وأثناء عملية التحكيم. طبعا أنا حتى الآن لم أنشر شيء من السكرينات والدردشة وكذا، لكن لأنه طارق إمام عمل لي بلوك. طبعا هذه تفاصيل بسيطة وهامشية، ربما بعض الناس يقولوا ملينا منها ونظام للتوثيق. أنا أذكر هذه المسائل للتوثيق، يعني ليس لكي أقنع الناس بأنه طارق إمام مختلس، لا هو مختلس، وليس لكي أقنعهم بأنه كاذب، لا أنا هو كاذب يعني، وليس كي يعني أنه شخص شتام، لا هو شخص شتام وله سوابق في هذا الموضوع. ليس أبدا أي حاجة أي شيء من هذا القبيل. الموضوع للتوثيق. هذا الفيديو راح ينزل على قناتي وسأنشره على صفحتي للتوثيق لكي يتبين الناس يعني، أو ربما ينتبهوا هل فعلا هو شانغوسي يعني شخص ممكن أن يرشي، ممكن أن يعني يعرض كذا على كتاب لأغراض شخصية أو لما يتعلق بالمسابقات والتحكيم والنزاهة وكل هذه. ممكن، نعم، للأسف الشديد يعني انطلت الشبهة على بعض الناس لأنه بيكذب، يتحدث مع صديقة ناقدة ويذكر أمور مش صحيحة. من ضمن الأمور اللي أنا أرسلت المادة الدراسة أو المقالة المطولة التي كتبتها عن الرواية أرسلتها له، وهو كذب. سجل المراسلات بيني وبينه على الواتساب وعلى الماسنجر سأنشره الآن في فيديو يوثق يعني، وخبراء الفيديو يجوا يعني كي يتبينوا يشوفوا يدققوا بالموضوع. وأنا مستعد أنه حتى أضع موبايلي في إيد الناس ويشوفوا يعني هل هنالك. أنا لست مضطرا للفبركة، يعني أنا أقف على أرضية صلبة من القراءة، من التدقيق، من التمحيص، من الكتابة النقدية الاستقصائية، يعني والجانب التطبيقي في كتابتي عندما أتناول عملا روائيا
أو عملا شعريا، يعني في جانب تطبيقي موثق، مش أي كلام يعني. ولا أستند كثيرا قال الكاتب الفلاني وقال الفيلسوف الفلاني ووفق النظرية الفلانية ووفق المنهج الفلاني. أنا بإمكاني أنا أعمل تطعيم ونوع من البهرجة والاستعراض ولزوم الإكسسوارات في المقالات والدراسات النقدية. لا، هذه الأمور لا تعنيني في شيء. أنا معني بكتلة نصية أحللها وفق ما أراه أنا، وفق ذائقتي، وفق تراكم قراءاتي السابقة للرواية. فشتم وفهمنا أنه أنت شتمته بشكل بشع وكذا، صار يفبرك في هاي القصة. طبعا أنا دعوت قصة الجائزة، التحكيم في الجائزة البوليسية في دار خطوط وظلال. طبعا أنا لم أجر الدار لهالسجال والمعمى، هو وجد نفسه مضطرا بالشراكة مع هكذا يبدو لي، يعني هكذا يبدو لي أنه الأستاذة الصحفية منى الأبيض تطرح عليه الأسئلة وتتناقش معه يعني على صفحته، وهو يذكر ويقول نعم هوشنغ حاول أن يكسب واحد لا تتوفر فيه المعايير، وحاول يرشيني أنا لأنه هو عامل لي بلوك لا أرى هذه التفاصيل. الناس ترسل لي. ليلة أمس أرسل لي أحد الأصدقاء على الفيسبوك، ويعني الصفحة يعني باسم مستعار، ولكم أن تتصوروا يعني شاعرات وكاتبات مصريات يكتبن لي ويعني هن متخوفات مرعوبات من كمية الشتائم والخوض في الأعراض الموجودة عند طارق إمام. فيعني يطالبن بعدم الكشف عن أسمائهن أو لديه يعني قضايا كثيرة. يمكن يعني كثيرات من الكاتبات المصريات ظلمن على ما يبدو لي أو تعرضن للأذى من الكاتب الكبير الأبهة الماركيز مصر كما يقال عنه يعني. يعني أحد الأصدقاء أرسل لي قال لي أنت مش مطلع أنه الدكتورة هناء أوقفته عند حده وشككت في كلامه، ويعني شاهدت بالحق على صفحته عندما اتهمك بالاختلاس أو أنا قلت لا والله أنا ما عندي أنا كيف بدي أعرف، يعني ما عندي علم بهذا الخصوص. وأنا عتبت على الدكتورة هناء أنه لم تبدي موقفا بهذا الخصوص، وعتبت على الأستاذ وحيد طويلة كمان، وعتب شديد يعني. وحيد الطويلة ينبغي أن يشهد، يعني لا أن يأخذ جنبه كذا، ولا يعني حق العيش والملح مهما كانت صداقته قوية مع طارق إمام ومع سيد إمام، هذه الصداقة القوية تملي عليه أن يضع حدا لهذا التطاول الذي تعرضت له يعني. لكنه للأسف الشديد يعني لم يتكلم في هذا الخصوص، وهذا عتبي. بل حاول أن يثنيني، يعني وحيد الطويلة حاول أن يثنيني أنه هوشنغ خلاص وخلي الموضوع يقف عند هذا الحد وكذا. طبعا أنا مع احترامي لم أنصت لهذا الكلام. واحد يهدر كلامتي، لا أنا لا أهدر كرامته، لكن أوقفه عند حده. أقول له مختلس في عينه بالدليل، شتام ولا هو اللي يقدم الأدلة على أنه شتام، هو الذي يقدم أدلة على أنه كاذب، أنه مفتري ومفبرك قدمها. أما ما يتعلق بموضوعات الاختلاس والتناقضات والكذا أنا ذكرت الكثير في هذا الخصوص، سواء يعني اختلاساته من قصص متحف الكلمة وإعادة إنتاجه لقصة بلياردو العين، هي نفسها شخصية بلياردو، هي نفسها شخصية
أو إعادة إنتاج أو توسعة لقصة العين اللي فاز أو اللي شاركت في متحف الكلمة الإسبانية. طبعا هذا المتحف كمان أنا شفت أن الإسرائيلي وكذا، لكن لم أتكلم بهذا الخصوص لأنه قضية ثقافية سياسية كذا. المصريون أولى بالحديث حول هذا الموضوع. دي مش قصتي أنا، قصتي مكة القاهرة وما شفته من اختلاسات متعددة الجنسية في هذا الخصوص. يعني أنا لم أنتبه أنه الأستاذة الدكتورة الصديقة العزيزة هناء البواب الأصيلة، يعني هي أردنية عربية مثقفة أصيلة ويعني يعني ابنة عشائر، وترفض أن ترى إن كان حدث هنالك غبن أو ظلم يلحق بطارق إمام منه شنغوسي، ينبغي أن توقفه شنغ عند حده. أو عندما ترى أنه هنالك كذب وافتراء من طارق إمام على هو شنغ، توقف طارق إمام، وهي فعلت. أنا للأسف يعني لأنه هو عمل لي بلوك لم أنتبه لهذه القصة. البارحة حتى البارحة مساء اكتشفت هذا الموضوع، ولها مني كل الشكر وكل التحية على ما أراه أنه حقي، وما أراه أيضا أنه واجب عليها أن تقول كلمة حق أمام يعني كاتب يعني قول باطل، أمام موقف باطل فيما يتعلق باستهداف هوشانغ أوسي. أشكرها جزيل الشكر، لها مني كل المحبة، ولها مني أيضا الاعتذار، لأنه أنا ظننت بأنها يعني لم تتكلم بهذا الخصوص، ويعني أخذت موقفا محايدا أو متواطئا فيه. يعني لا الحياد في هذا الموضوع نوع من التواطؤ يعني في هذا الخصوص. هذا ناهيكم عن الذين ترافعوا وحاولوا يبرروا القصة دي. وبالتالي الفيديو ده حيكون مخصص، يعني أجبرني أنا ما كنت بدي أخوض في هذا الفيديو. سيكون مخصص عن ما يعتبره كواليس وما دار بيني وبين طارق إمام على المستوى الشخصي. ده يعني ثلاث نقاط دار بيني، أنا لم ألتقي به في حياتي. النقطة الأولى هو الدردشة على الماسنجر، هي دردشة قصيرة، حذفني ثم أضافني، حذفني ثم أضافني، ولدي الصور بهذا الخصوص. أرسل طلبات صداقة وأنا وافقت. والدردشة على الماسنجر كيف تعامل معي، والسجل الدردشة في أثناء تحكيم لجنة الرواية البوليسية التي نظمتها دار خطوط وظلال، وأيضا الواتساب. هذه مجموعة على الواتساب، والحوار أو الدردشة التي بيني وبين طارق إمام على الواتساب. دي يعني تلخص لكم يعني السجل التواصل بيني وبينه، وما يعتبره كواليس، وأنا اتصلت به وهو هزأني وما أعرفش إيه وكذا. وطبعا أنا تحديته، وأصلا ليس مستوى للتحدي أن يثبت صحة كلامي. الآن أنا عندما أتحدث أبرز الدليل. وبالتالي أكرر يعني شكري وتقديري واعتزازي للدكتورة هناء البواب على موقفها الثقافي والأدبي والأخلاقي النبيل. ويعني هذا يعني كان عشمي في الدكتورة هناء، وهي يعني وقفت ذلك الموقف اللي أجبر طارق إمام على حذف تلك الافتراءات والفبركات والتعليقات، وهو احتد عليها أيضا يعني في كلامه وبأسلوب سمج وقح
وهذه من شيمه ومن يعني المتعارف على طارق إمام بأنه يعني صليط اللسان، يعني لا يراعي حرمة صداقة أو سن أو قدر، يعني هذا شأنه. تطاول أيضا يعني على بسلاطة لسانه على الدكتورة هنا. هذا ما رأيته من البوستات يعني أو التعليقات على البوست، وستجدونها يعني في ضمن هذا الفيديو. المهم الآن دعونا ننظر إلى الجزء الأول، وهي ماذا جرى في مجموعة لجنة تحكيم الرواية البوليسية التي نظمتها دار خطوط وظلال، لكي نعرف يعني أو يتبين. ربما ما زال هنالك يقين عند بعض الناس بملائكية طارق إمام، وعندهم شك وشبهة أنه شانغوسي يحقد عليه ويحسده على، يعني لا أعلم على ماذا أحسده وعلى ماذا يعني أحقد عليه. يعني ليس بيني وبينه أي شيء، لا سابقا ولا حاليا، ويعني لا الآن حاليا بيني وبينه يعني ما صنع الحداد حاليا، لأنه هو شتم وافترى وكذب. يعني الفضيحة بتاعة طارق إمام صحيح هي فضيحة في جلاجل. الفيديو الأول اللي أنا بثيته أو نشرته على صفحتي، يعني النسبة الأعلى من المتابعات كانت في مصر، بعدين ألمانيا، بعدين بلجيكا، وبعدين العراق، وفي سوريا أيضا كان هناك يعني نسبة مشاهدات. وبالتالي وهي فضيحة يعني ثلاثية الأبعاد: اختلاس، شتم، كذب. ثلاثة بالله، ثلاثة بواحد. نرى فيديو الدردشات على مجموعة الواتساب، وسترون أيضا يعني ما جرى يعني، وهو لم يعد سرا في هذا الخصوص. يعني إجمالا نرى الفيديو ثم نعود لمشاهدة شيء آخر. هذا تسجيل لمجموعة الواتساب لجائزة الرواية البوليسية. هذه الجائزة نظمتها دار خطوط وظلال تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هناء البواب، ولجنة تحكيم في عضويتها أنا وطارق إمام، وبرئاسة الأستاذ وحيد الطويلة الروائي المصري. أيضا من باب التوثيق يعني حاولت تحويل هذه الدردشة أو ما دار بيننا في هذه المجموعة إلى فيديو من باب التوثيق، لكي لا يقال أو يتم يعني إضافة أقوال أو فبركة أكاذيب هنا وهناك. كما ترون الآن التسجيل ببطء. وصباحكم ورد أصدقائي. الدكتورة هناء البواب تقول: معنا في هذه المجموعة الروائي المصري المميز ومنسق اللجنة وحيد الطويلة، والروائي السوري الكردي وشانغوسي، وصديق الروائي المصري طارق إمام، والناقد الأردني ربما لا تعرفونه، يسرني أن تتعرفوا إليه الأستاذ محمد سلام جميعا. ويعني تستمر في الدكتورة هنا في الحديث حول الجائزة وشروط الجائزة وهذه التفاصيل. كما ترون يعني الرد الأول كان من الأستاذ وحيد طويلة، جميل جدا. كمان دكتورة هنا تتحدث عن الصديق الشاعر والروائي محمد العامري، إنه موجود داخل هذه المجموعة وداخل اللجنة. كمان الرد الأول لي هنا: صباح الخير للجميع، وتحت أمر القبطان الأستاذ وحيد، وفي انتظار ما يراه مناسب، مع الود والورد للجميع بلا حدود. كمان ده الإيميل، هذا الإيميل بتاعي. وكمان
أستاذ محمد يمكن حاطط الإيميل بتاعه. طارق إمام، صباح الورد، دي صحبة جميلة، منورة يا دكتورة ومنور يا هضبة. يصف الأستاذ وحيد طويلة بالهضبة، يعني لا سهل ولا جبل، يعني منطقة وسط يعني. طيب، هون كمان صباح الخير يا جماعة الخير أستاذ وحيد، هل تم إرسال مخطوطات الروايات؟ ده الكلام بتاعي، كلامي هذا. استمارة أو نموذج استمارة التقييم على الإيميل خالص الود للجميع. ترد الدكتورة هناء تقول أنه لسه في فرز، في عملية فرز. ذكرت الله يستر من العدد. وشنق يشعر بالقلق. لا تشعر بالقلق. وحيد الطويلة لا وجبة خفيفة، يعني طارق إمام يمازح، يعني يحاول أن يمازح. وشنق أنا حاسس إن نفسك تقدم في الجايزة ومكسوف، يعني بيهزر. طبعا أنا الهزار بتاعه يعني لم أهضمه، ما رديت عليه، يعني ما رديت على هذا الهزار. دكتورة هنا ماتت من الضحك. المهم، كمان في رد لبعض الإحصائيات والأرقام عن عدد المشاركات في الرواية في المسابقة. ما تنطبق عليه الشروط. رأي أستاذ وحيد، فكرة عدد المشاركات فيها يزيد عن 500 مشاركة. كمان اتفقنا على عنوان الرواية البوليسية كذا 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 كذا. هم هنا أتحدث. مساء الفل، أنا مع إصدار تصريح يتضمن أرقام المشاركات وأن عدد التي استوفت الشروط كذا، ويتم التركيز على ما نتج عن الفرز. ده رأيي قلته. وما نتج عن الفرز والغربلة يؤخذ بها في عملية القراءة والتقييم والتحكيم مع الود كذا. كمان المستوفية الشروط طبعا، يعني ده شبه بيان عن أو تصريح حول الجائزة وتفاصيل الجائزة. الجملة يعني خضنا في نقاش. شايفين التقرير الأول، أول تقرير أنا الذي أرسلته. أنا أرسلت التقرير الأول، المواد التي وصلتني وقمت بفرزها، والمرسل للأستاذ وحيد. الأستاذ وحيد، الزملاء والأصدقاء الأعزاء، أضع بين أيديكم التقرير المبدئي الأول عما تلقيته مع الود والاحترام. ده التقرير الأول. ورد وحيد كمان في مسألة ردود. صباح الخير، كذا، ما جديد أخباركم؟ صباح الورد. ده التقرير الثاني، الرقم 2. شايفين التاريخ؟ التقرير الثاني أنا أرسلته. طارق إمام يرد: أنا مش فاهم أين الروايات؟ أنا أرسلت التقريرين وهو حتى الآن يستفسر أين هي الروايات. محدش بعت لي حاجة. ما بعتليش ليه يا عم وحيد؟ وحيد الطويلة يرد: بعثت لك يا حبيب. فين؟ على الواتس. وقلت لك لو تحب إيميل كمان افتح الواتس، كلنا قاعدين منتظرينك. يا عم وحيد، أنت ردمني فيديوهات، والله ما يفتح بسبب الفيديوهات، بخاف من الفيروسات، والفيروسات يعني بيحاول يهزر. هما 13 كتاب دول. إيميل والنبي يا عم وحيد. يا جميل، حاضر. مش هعرف أقرأ الواتس. أنا الحق علي بحط كاتب كبير زيك في قلب الحدث، يعني مزاح وكذا. كمان حاطط الإيميل بتاعه. أوكي
يا عم وحيد أنا في سن خطر، أو يعني هزار وكذا ومزح. أنا لست موجود يعني ضمن التفاصيل دي. ده التقرير الثالث، هذا هو التقرير الثالث. لاحظوا تاريخ الإرسال، أنا أرسلت التقرير الثالث، وصديقنا العزيز الأستاذ المحكم لسه لم ينظر ولم يرسل أي شيء فيما يتعلق بتقريره. مساء الجمال، يسعد هالمساء كذا، حياك. المهم هذه التفاصيل. هنا طارق إمام أرسل تسجيلا بهذا الخصوص، لنسمع ماذا يقول. طب يا جماعة مساء الخير، يعني أنا يعني أنا الأعمال ما وصلتنيش، وكلمت الدكتورة هناء وكلمتك عم وحيد، أنا الأعمال ما وصلتنيش، والحاجات اللي كانت جاية لي على الواتس منك عم وحيد مش عارف 19 حاجات، أنا مش عارف أعمل إيه وعاوز أشتغل، فهكلم برضو الدكتورة تانية أشوف إيه الحل حبايبي. كما رأيتم يعني أنا أرسلت التقرير الثالث، وهو لسه لم يعني ما اشتغلش لأمور تقنية، لأمور ظروف كذا، يعني ربما لا يتحمل هو مسؤوليتها، لكن هذا ما جرى، هذا ما جرى. آه، يعني أنا هنا حاولت يعني حاولت أن أنصح كيف مساعدة طارق كيف يحول من الواتس إلى إلى اللابتوب. العزيز طارق، أنا لما وصلتني الأعمال على الواتساب حولتها على الإيميل، ونزلت المواد الأعمال من الإيميل على اللابتوب. يعني المهم هي الخوض في التفاصيل، بدون الخوض في التفاصيل ده كان فحوى ونص، يعني نوع من تقديم المشورة أو كذا. مرحبا أصدقائنا الأعزاء، كيف حالكم؟ أطمئن عليكم أمور مسابقة كذا كذا. صباح الورد وحيد، هناء وحيد، هناء وحيد، هناء يعني محتاجة نتائج نهائية ثلاثاء يوم كذا كذا. لكم أنا كنت وقتها مسافر على أربيل، كردستان العراق، ومن هناك بكتب وبتابع الموضوع. كنت مش موجود في بلجيكا، يعني في بداية المسابقة كنت موجود وسافرت، ويعني استمريت في المتابعة. كمان الموضوع ده شايفين دلوقتي طارق بعت التقرير، حنحاول نشوف مضمون التقرير ايه. أتمنى يكون موجود وما يكونش حذفه. تعذر التنزيل. على كل حال هو يعني أنا خلصت الشغل بتاعي تقريبا، وهو لسه بلش يبعث التقرير الأول. هنا كمان وحيد، هنا كمان في يعني دردشات في هذا الخصوص. يعني يبدو أنه الموضوع يعني كما هو ظاهر فيما يتعلق ب اعلني فوزها وأرجو مراجعة اسمه بالتقريب في الإيميل، واحد من غير اسم الجائزة وكذا. كان في مشكلة، اعترضت الموضوع الإيميل باسم خالد، باسم جاك. لا يجوز نعلن شخص بدون إيميل، لا طبعا. أنا مع الحجب طالما لا يوجد وجود اسم كاتب. أنا طرحت وجهة نظري بشيء من التفصيل. الأصدقاء من يشارك في الجائزة يشر اسمه. نحن أمام قواعد ومبادئ وشروط للجائزة يفترض مراعاتها والالتزام بها. لا أجد أنه من المناسب منح جائزة لنص على يعني رغم جودته وأهميته الفنية. لا أجد أنه من المناسب منح جائزة لنص على جودته وأهميته الفنية ثم ننتظر من صاحبه أو صاحبته الإعلان عن نفسيهما. أصلا عدم وجود اسم صاحب النص إخلال بشروط الجائزة، مع الود والشكر للجميع. هذا كان رأيي في الموضوع. هناء بتقول أنا مع هذا الرأي أيضا. الديمقراطية
هناء البواب التقرير النهائي، الدكتورة هناء البواب أرسلته هذا التقرير النهائي كما وصلني. وعموما الباب مفتوح، تبقى حركة شيك ثم نحجب الجائزة بسبب كذا، والله ولي التوفيق. إلى اللقاء في مسابقات قادمة. رسالة الآلهة، فصول من رواية عن معمر القذافي 2017. أنا يعني كهذا الرابط أنا بعثته أعتقد للدكتورة هناء، وهي أعادت يعني نشره هنا. أنه الفصول يعني أحد الأعمال كان منشور منه فصول يعني، وده إخلال بشروط الجائزة. شو كمان، رسام الآلهة كمان بعد الرابع. أنا يعني عملت عملية بحث وتحري حول الأعمال الروائية. اللجنة الرائعة، محبتي لكم وشكرا لتعاونكم. طارق ممتاز، شكرا أستاذ وحيد، شكرا أستاذ طارق، ألف مبروك للفائزين، محبتي واحترامي للجميع. هذا ما جرى. أنت رائع كالعادة، رد الأستاذ وحيد. طارق إمام ماذا يقول لي هنا؟ شكرا لك يا هوشنج الجميل المبدع. هنا هوشنج أوسي الجميل المبدع. طبعا على صفحته اتهمني بعدم النزاهة، وأنني اتصلت به وحاولت أن أرشيه وأدعوه إلى بلجيكا، أمن له دعوة على بلجيكا. كله كذب، لأنه في 21 كل الأماكن كانت مغلقة والنشاطات الثقافية كلها أونلاين. أدعوه أجيبه فين يعني، وأدعوه ليه يعني، هو بالذات إيه، وإيه هي القيمة التي سأحصل عليها من جائزة أصلا. يعني شغلنا كله ده كان تطوعي ومجاني وما فيش فلوس وأي حاجة من القصص دي. يعني هو عمل فبركة كده. ويعني الصديقة منا مع الأسف شاركته في تلك القصة مع الأسف الشديد يعني. شايفين في الوقت ده يفترض أن يقول للدكتورة هناء والأستاذ وحيد طويلة أنه شنق عمل كده واتصل بي ورشاني وأنا هزأته ما أعرفش إيه. وفي الوقت ده في اللحظة دي مع نهاية الشغل بيقول شكرا لك وشنق الجميل المبدع. لازم يقول لي يعني أنه أنا شخص غير نزيه، فازاي بيقول لي الجميل والمبدع هنا ويقول لي على صفحته ويفتري ويقول كلام تاني. ده باختصار ما دار. شايفين يعني بالتاريخ بالتفاصيل كل حيثيات موضوع مسابقة الرواية البوليسية التي نظمتها دار خطوط وظلال. كما تبين لكم أنه حتى يعني ونحن نختتم هذه التحكيم في هذه الجائزة، كيف يقول يعني يصفني بالصديق ويشكرني على جهدي، ويصفني بالصديق المبدع. طبعا هذا في نهاية إجراءات التحكيم، وأنا خلصت يعني أرسلت تقاريري وأنهيت مهمتي، والتفاصيل أنتم رأيتموها في الفيديو. طيب هو وقال لبعض الأصدقاء إنني أرسلت له الدراسة التي أجريتها أو التي كتبتها عن روايته ماقيت القاهرة، الدراسة الأولى التي لم أتهمه فيها بالاختلاس، لكن شبهة الاختلاس كانت موجودة في الدراسة. قال لبعض الصديقات المشتركات أنه أنا أرسلت له هذه دراسة على الواتساب. أرسل له الدراسة ليه؟ عشان إيه يعني؟ ويبدو أنه بعت لهم سكرين من المحادثة، لكن كذب عليهم يعني لنرى يعني ما دار بيني وبين طارق إمام على الواتساب الخاص
بمعزل عن مجموعة لجنة الرواية البوليسية، لجنة تحكيم الرواية البوليسية. نرى الفيديو ثم نعود. هي يعني سجل الاتصالات بيني وبين طارق إمام، عشان تتأكدوا من أنه أنا لم أرسل له شيء أبدا فيما يتعلق بمكة القاهرة. أولا كان هنالك مشكلة يعني فيما يتعلق باستلام ملفات الروايات في مسابقة خطوط وظلال الرواية البوليسية. كان في مشكلة بين أستاذ وحيد الطويلة وطارق إمام، استلم الملفات ما استلمش، ما يعني المسائل التقنية. أنا حاولت ساعده بهذا الخصوص. ده التسجيل الأول. العزيز طارق، أنا لما وصلتني الأعمال على الواتساب حولتها على الإيميل، ونزلت المواد الأعمال من الإيميل على اللابتوب. أنت كمان بإمكانك تنقل الأعمال من الواتساب للإيميل وتفتحها على اللابتوب، بيكون يعني أريح لك، عشان القراية من اللابتوب أضبط وأريح، وتكون قادر على تسجيل الملاحظات أكتر سهولة بالنسبة لك. حاول تعمل كده. أنا عملت كده، أنا نقلت الأعمال من زي ما شفتوا يعني الكلام متعلق بالمسابقة وكيف يعني يستلم المواد وكيف ينزلها ويناقشها. طبعا أنا قدمت التقرير الأول المبدئي، تقرير فرز المواد، وبعدين التقرير الثاني مضمون المواد. طبعا المواد هي الروايات، والتقرير الختامي بالنسبة لي اللي رشحت فيه عملين واخترت عمل واحد من ضمن العملين دول، وهو لسه ما بلش شغله يعني. وهون كمان في هاي المادة، هاي أعتقد زي ما أنتم شايفين هوشانغوس اللي بوابة الأهرام وعالج قضايا الهوية. يمكن المادة دي يعني من اللي عملت المادة دي من والتاريخ بتاعها. يعني بإمكان أنا يعني رح أنقر على الرابط عشان أشوف التاريخ. بوابة الأهرام، هوشانغ أوسي رواية لبوابة الأهرام، وعالج قضايا الهوية والانتماء وزيف التاريخ في الأفغاني سماوات قلقة. ده منا، شفتوا زي ما انتم شايفين منا. ده الموضوع بتاع منا، الحوار بتاع منا. أنا بعت الرابط في التاريخ ده ليه، في التاريخ ده عشان تشوفوا. بعدها طبعا هو حاطط أضحكني على الرابط ده، ليه أضحكه ما عرفش ليه. بعدين شتمني، أي الكلام بتاعه شتمني، والتاريخ موجود. أنا رديت عليه: لقد منحتك شرفا أنت لا تستحقه. وهنا يعني جرى حظر، أنا عملت له حظر في الواتساب. دي أنا ما بعتلوش على الواتساب أي حاجة تتعلق بمكة القاهرة زي ما كذب عليكم وقال لكم. الآن سنأتي إلى الخاص، يعني ما دار بيني وبينه على الماسنجر. طبعا أنتم رأيتم في الفيديو القصير الدردشة اللي أنا اضطريت أحولها للفيديو، اللي يعني تكون على اطلاع. يعني ربما يرسل يعني سكرينات مفبركة لبعض الأصدقاء بداعي الإمعان والاستمرار في التضليل والكذب. هذا الفيديو يعني الدردشة حولتها إلى فيديو وأرفقتها، دمجتها في هذا الفيديو. الآن نذهب إلى ما دار بينه وبيني على الخاص. طبعا هو ذكرتها وأؤكد، يعني هو أرسل طلب صداقة وأنا وافقت نتيجة دردشات على صفحة نورة علي وعمل بلوك.
ثم أرسل مرة أخرى يعني طلب صداقة وقبلت. ويعني صدرت لي رواية وحتى تهنئة، لم يهنئ لي في يعني على العام، وأرسل على الخاص، أرسل طلب صداقة وأنا وافقت، وعلى الخاص كتب لي بالصوت وأنتم سمعتم صوته. يعني طبعا هذا الصوت هذا بعد قصة الرواية، وأنا عرضت عليه فلوس، وأنا عرضت عليه معرفش إيه. طيب يعني ألا يسأل يعني الأصدقاء أو اللي كذب عليهم طارق إمام، ألا يسأل أنه في 2001 يعني الدنيا كانت مغلقة، بلجيكا كل النشاطات يعني كانت أونلاين، يعني المحاضرات، أمسيات، لقاءات، كل يعني العالم كان مغلق. أبعت له دعوة على بلجيكا إزاي يعني واحد يعني يحط الموضوع على يعني مائدة النقاش والتحري والتقصي. يعني إزاي أنا أبعت له دعوة في وقت أنه العالم كله مغلق، المؤسسات الثقافية مغلقة. طيب يذكر لي، يعني يذكر أنه أنا يعني سأؤمن له دعوة على أي مؤسسة. طبعا هنالك مؤسسات في بلجيكا، أو بإمكانه أن يستعين بعماد فؤاد، يعني صديقه الحميم، وهو أيضا كمان شتام وكذاب ومفتري. أو بإمكانه أن يستعين بصديقة أخرى هي فاتنة الغرة، هي كمان على في نفس الشلة ونفس المجموعة يعني. طيب يعني أدعوه إزاي؟ أو يعني اللي حواليه أو أصدقائه في بلجيكا ينصحوه أنه إذا أنت عاوز تكذب استشير، لكي تكون الكذبة كده يعني بحاجة إلى المزيد من الطهات حتى تكون مسبوكة يعني. 21 يعني الدنيا في بلجيكا وفي العالم كل النشاطات ما فيش يعني. ثانيا أبعت له دعوة وأرشيف فلوس عشان إيه؟ يعني لجنة التحكيم في جائزة خطوط وظلال ما كانش فيها فلوس، يعني مسألة تطوعية، يعني مش أنا وهو والأستاذ وحيد الطويلة والآخرين، يعني موضوع تطوعي، مش ما فيش لأن إحنا أخذنا فلوس، لا الفائز أخذ فلوس، ما فيش حاجة يعني. طيب أنا مصر أنه أربح واحد، أكسب واحد لا تستوفي فيه الشروط، ليه؟ عشان إيه؟ أخذ فلوس من الفائز؟ يعني ينبغي أن يكون هنالك منطق ونصاب، الواحد يجي يناقش بهذا الخصوص. إجمالا لنرى ماذا دار بيني وبينه على الماسنجر ثم نعود. هذا سجل المراسلات بيني وبين طارق إمام على الماسنجر. كما ترون هنا يعني متى بدأت المراسلات. أرسلت له رابطا في أكتوبر 2021، وده كمان شريف الشافعي كان كتب مقال عن ديواني، أرسلت له الرابط. كمان في هنا تضامن مع علاء فرغلي أعتقد، ولماذا منعت رواية البهلر. بعدين هو عمل لي بلوك، وبعدين هو اللي فك البلوك وأرسل لي هذا التسجيل. ازيك يا هوشنك؟ روق يا عم، روق، الدنيا بسيطة، وألف مبروك روايتك يا حبيبي. كما رأيتم التسجيل مرسل في إبريل بالساعة وباليوم وبالتوقيت ومساء. إذا بتركزوا على التسجيل، أعيده مرة أخرى. ازيك يا هوشنك؟ روق يا عم، روق، الدنيا بسيطة، وألف مبروك روايتك يا حبيبي. فيما بعد أنا أرسلت له الرد، يعني الرد كما تقرؤونه الآن. مساء الخير، متشكر على التهنئة، أنا رايق وعال العال، بس حضرتك نازل
تريقة وهاهاها على آراء الناس، والنازل تعمل بلوك لمجرد الاختلاف في وجهات النظر. مش أنا اللي بعمل كده يعني. سبق وأن هنأتك على وصولك للقائمة الطويلة وكمان القصيرة، ونشرت على صفحتي صورة رواية لك اقتنيتها من معرض القاهرة، وفعلت ما رأيته مناسبا وفق مقتضيات الزمالة وأعراف التواصل بين الكتاب والمثقفين. ماذا كان ردك؟ استفهام. على أي حال الأمر بالنسبة لي صار من الماضي وألقيه خلف ظهري، وألف مبروك على البوكر من الآن. طبعا الرسالة كانت قبل إعلان نتائج البوكر. أتمنى لك دوما التوفيق والنجاح في حياتك الأدبية والخاصة. نلتقي على خير. هذا ما رديت عليه. ويحاول أن يجادل، لا عشان حضرتك بتكتب آراء في رواية لم تقرأها. طبعا أنا لم أطرح آراء، أنا طرحت تساؤلات تتعلق بماذا أضاف طارق إمام إلى من كتبوا عن القاهرة، ومسألة المبالغة في المديح والكاتب المبالغ فيه كتبتها على صفحتي. دي ردوده. عموما أنا مش داخل لأجدد الجدل، هو يجادل طبعا. وأنا أرسلت له بالصوت، لكن للأسف ما أعرفش، يمكن لأنه هو عمل بلوك أو مسح ما أعرفش لماذا لا تظهر التسجيلات الصوتية. حبيبي حصل خير، المهم أن الدنيا حلوة وافرح بروايتك، يعني من هذا القبيل. ويتحدث عن نفسه أنه عمل كذا وعمل كذا وبتتكلم عن حفاوة مبالغ فيها. هذا حكم أصدرته أنت دون أن تقرأ. دائما يعني يستهين بأنه الناس لا تقرأ، والناس لا، أنت مش وازن كلامك، يعني جاي على أساس يعتذر أو يقدم شبه اعتذار على البلوج بتاعه ويدي دروس. أنت مش وازن كلامك. عارف ليه؟ لأنك اتكلمت عن احتفاء مصري، بينما الرواية انكتب عنها في العالم العربي. لا، أنا قلت احتفاء مبالغ فيه في مصر وفي العالم العربي كله يعني، وما زلت عند كلامي. كما تلاحظون. لكن هذا أيضا رأيي فيما قلت. أنت صدقني الدنيا بسيطة. لا، الدنيا لو كانت بسيطة بالنسبة لطارق إمام لما شتم وجه لي يعني تلك الألفاظ المقطعة القميئة يعني. كما ترون أنا طبعا عملت الفيديو ده عشان تكونوا على اطلاع وعلى دراية أنه ما دار بيني وبينه لا زيادة ولا نقصان. بص، لو فندت كلامك مش هنبسط. هو فند كلامي ازاي؟ بالشتايم، بالهجايص، بالافتراء والفبركة. طريقته بالتفنيد. كن بخير. أنا رديت عليه فقط، طرحت تساؤلا ولم أجب عليه. طرحت السؤال، وطرح السؤال مشروع وليس حكم قيمة. على العموم أنا أقرأ روايته الآن، وبالتوفيق. هو بعد ما أنا نشرت الموضوع عمل بلوك مرة تانية. ده بالتفصيل. أهو الماسنجر كمان، أهو شفتوا الماسنجر كمان، الواتساب شفتوا الماسنجر كمان، بالدليل ما دار بيني وبينه. يعني ما فيش الحسابات تانية. يعني أنا ما عندي الدردشة على الانستغرام، وهو أصلا مش مضاف عندي على تويتر حتى. يعني هو يعني أتصل به أو أعرض عليه ويهزأني، وقال إنه راح يكشف بالدليل القاطع. كولومبوس، شارلوك هولمز راح يكشف بالدليل القاطع. يا بني آدم، أنت ليش ما كشفت في بالدليل القاطع في حينه؟ لماذا لم تقل للدكتورة هناء البواب أنه هوشانج بيرشيني؟ لماذا لم تقل لوحيد الطويلة هوشانج بيقدم لي رشوة عشان أكسب فلان أو فلان؟
أنا كتبت التقرير، والتقرير النهائي أنا اللي كتبت. التقرير النهائي أنت كتبته لأنه وحيد الطويلة كان مشغول، وحيد الطويلة كان عنده مشاكل، والمشاكل بيعرفوها القريبين والأصدقاء المقربين المطلعين على التفاصيل. والدكتورة هناء البواب قالت أنه وحيد الطويلة هو اللي اقترح عليك أنك تكتب نتيجة ظروفه، وكلنا وافقنا، ما حدا اعترض. يعني هذا رئيس اللجنة ويقرر، يفتي ويقول من يكتب. إذا طلب مني أنا راح أكتب. يعني شو كتابة التقرير النهائي ليس حجة يا بني آدم، ليس برهان على يعني فساد طوية ونية وهوشنغ أوسي، وعرض عليك فلوس، وعرض عليك زيارة لبلجيكا أو لأي بلد أوروبي آخر. يا حبيبي يا ضنايا، يعني يعني إلى هذا القدر من الكذب والافتراء. يعني لماذا يضطر الكاتب إلى هذا المستوى من الكذب والافتراء والدجل؟ يعني لو هو على أرضية صلبة وقوية وواثق من نفسه ومن نصه لا يضطر إلى الكذب. وإن كذا يعني كذب عن كذب بيفرق. في ناس بتكذب، يعني تحاول أن زي السكرين شوت المفبرك بتاع 2011. يعني لم يجد أي حجة. لو أصدقاء في الفيسبوك بيشتغلوا في الفيسبوك وخبراء محتوى بيقبضوا فلوس في ألمانيا، أنا استشرتهم. حاولوا تدوروا عن البوست، هل بالفعل في 2011 موجود حاجة زي دي؟ طبعا نفوا ذلك. يعني ففضيحة الفبركة بتاعت السكرين شوت من هنا كانت البداية 2011. ورفع أوريجا كان طفلا وأشار بإصبعته بوم وما عرفش إيه، ومن هنا بدأت يا كذاب يا مفتري. يعني ومن ما خيب ظني وأملي هو يعني اصطفاف الأب إلى هذا القدر مع ابنه الشتام والمختلس والكذاب. يعني أستاذ سيد إمام خيب مش بس ظني وأملي. يعني لا تصطف معه شنك، لا تقل كلمة حق لكن لا تقل كلمة باطل. ما تحاسبش الناس عن اللايكات، فلان من عمل لايك وكذا. يعني إذن في نهاية المطاف قياسا على ما قاله الأستاذ سيد إمام، وهذا الترافع وهذا العناد، هذا العناد في الدفاع عن الباطل. يا رجل، يعني هنالك أنت شخص يساري لا تؤمن بهذه القضايا، لكن هي حكمة. يعني الرسول قال إذا فاطمة سرقت لقطعت يدها، كناية أنه يعني فيما يتعلق بالباطل يعني صلة القربى نضعها جانبا. أنا لم أقل لك تبرأ من ابنك، لكن على الأقل لا تسانده، لا تعاضده في هذا الإثم والكذب والافتراء الذي هو فيه. أنت عاجز عن إيقاف وضع حد، يبدو لي أنت عاجز عن وضع حد لشتائم وافتراءات واختلاسات نجلك، لكن على الأقل لا تستهدف الناس أنت كمان. يعني في نفس الخندق ده يعني هذا يعني كارثة الكوارث والطامة الكبرى. يعني على طارق إمام لا نعتب عليه لنقول إنه شاب أرعن طايش ما أعرفش إيه، بس أنت يا أستاذ سيد، أنت يعني أنت أستاذنا، أنت معلمنا، لكن مش في الحتة دي، مش في الحتة دي. أنت لست معلمنا، أنت لست أستاذنا في التواطؤ مع الابن في جرم الاختلاس والشتم والإهانة والفبركة والكذب. هذا يعني ما كانش العشم. أكتفي بهذا القدر، وأتمنى أن يكون هذا هو الفيديو الأخير، لأنه بصراحة مليت من هذه القصة. يعني ما عاد في إمكاني أنه يعني أن أؤكد المؤكد، يعني لأنه مختلس وشتام وكذاب وزنباوي. دمتم بخير.